حل مشكلة عدم ظهور الوضع الاحترافي في الفيسبوك. طبعا احنا هنتكلم عن كذا خطوة عشان تقدر تحل من خلالها الوضع الاحترافي بتاعك بطريقة سهلة وبسيطة. تمام. أول حاجة عشان نقدر نحل مشكلة الوضع الاحترافي نتأكد إن حسابنا على الفيسبوك أو التطبيق بتاع الفيسبوك يكون متحدث آخر إصدار. يعني هنمسك الموبايل بتاعنا كده وهندخل دلوقتي على المتجر وهنبدأ نكتب فيسبوك. تمام. بعد كده نبدأ ندخل على الفيسبوك. طبعا انا عندي الفيسبوك متحدث اخر اصداره. طيب حضرتك لو عندك محتاج تحديث هتلاقي مكتوب لك كده جنب فتح تحديث، هتبدأ تحدثه ان شاء الله الوضع الاحترافي هيبدأ يظهر عندك. تمام. تاني حاجة اتأكد من معلوماتك الشخصية، يعني اتأكد انت كاتب معلوماتك الشخصية بطريقة كويسة او بطريقة صحيحة، سواء اسماء شهرة سواء عناوين مثلا تكون في مصر، ما تروحش تكتب لي عنوانك مثلا في امريكا او عنوانك في السعوديه وانت قاعد في مصر، لا عدل معلوماتك الشخصيه. تمام. قاعد في مصر يبقى هكتب معلوماتي بمصر، الكليات في مصر مثلا، الاسم بتاعي لو اسم شهره او اسم حقيقي فمفيش اي مشكله. اتاكد من العوامل دي. تمام. يعني اتاكد من معلوماتك الشخصيه. تمام. طيب تالت حاجه اتاكد ان انت مش رافع على الحساب بتاعك صور مش كويسه، اسماء مش كويسه، فيديوهات مش كويسه، موسيقى مش كويسه. يعني بص اتاكد ان انت مش حاطط فيديوهات ولا صور يعني مش كويسه. يعني لو في اي حاجه من كده ادخل احذف الصور والفيديوهات ديت. لو انت حاطط حاجه مش كويسه فبلاش، يعني ادخل احذفها وان شاء الله هتتحل معاك المشكله. تمام. طيب هنرجع لاخر حاجه. تمام. ايه هي؟ انا دلوقتي لو انا دخلت على الفيسبوك بالشكل ده كده ورحت داخل على اسم حسابي، عفوا اضغط على صورة الشخصية بتاعت الحساب، هيبدأ يفتح معايا كده. هضغط على الثلاث نقاط. انا دلوقتي تمام زي ما انتم شايفين مظهر عندي الوضع الاحترافي، فده اخر حاجه هتتاكد منها. دلوقتي انا مظهر عندي الوضع الاحترافي زي ما انتم شايفين، بعمل فريش مفيش اي حاجه. تمام. يبقى اتاكد ان انت فاتح ملفك الشخصي. اتاكد ان انت فاتح ملفك الشخصي، يعني لو قافل الملف الشخصي بتاع الفيسبوك هتبدا تضغط عليه وهتبدا تقول له فتح الملف وهتبدا تقول له الغاء القفل. تمام. هيبدا يلغي القفل بتاعك بالشكل كده، هتقول له موافق، هتدخل هتضغط على الثلاث نقاط تاني هتلاقي الوضع الاحترافي اشتغل معاك وظهر معاك. يبقى كده اتاكد ان حسابك على الفيسبوك مش قافله، افتحه عشان يبدا يظهر معاك الوضع الاحترافي. تمام. طيب انا عملت الكلام ده كله وما ظهرش معايا الوضع الاحترافي برضو، يبقى احنا هنرجع ايه للدعم. طيب هنرجع للدعم ازاي؟ اول حاجه هنتاكد ان الوضع الاحترافي مش شغال معانا. يعني انا دلوقتي هنقول مثلا تمام ان الوضع الاحترافي مش شغال معايا. تمام. هبدا اخد بقى سكرين ليش. طيب انا دلوقتي عملت الخطوات دي كلها وبرضه ما ظهرش معايا الوضع الاحترافي، يبقى هبدا اخد سكرين كده اهو. تمام. انا كده خدت سكرين اهوت من الشاشه عشان الوضع الاحترافي لما اجي ابعتها للدعم يفهم ان انا دلوقتي الوضع الاحترافي مش ظاهر عندي. تمام. تمام. وهبدا ارجع وهبدا ارجع واضغط ارجع تاني وهبدا اضغط على الصوره الشخصيه على الثلاث شرط وهبدا اختار حاجه اسمها مساعده والدعم. بعد كده هبدا اختار حاجه اسمها ابلاغ عن مشكله. بعد كده هبدا اضغط على متابعه الابلاغ عن مشكله. تمام. هيبدا يفتح معايا انشاء التقارير. تمام. بعد كده هقول له عدم التضمين. تمام. هيبدا يقول لي بقى المشكله عندك فين. المشكله عندك في الاصدقاء ولا الاشتراكات ولا الاشعارات ولا الاعدادات. فانا هبدا انزل تحت. طبعا المشكله بتاعتنا في الملف الشخصي، فانا هبدا اختار حاجه كده اسمها الملف الشخصي. اخر حاجه هي اول خيار قبل الاخير باللغه العربيه. هنضغط على الملف الشخصي. هيبقى في سكرينه بالشكل ده يا شباب. هنبدا نشيل السكرينه وهنبدا نضغط على تحميل من الهاتف. هنبدا نحمل السكرينه بتاعتنا، يعني هنجيب السكرينه اللي احنا خدناها. تمام. خدنا سكرين شوت من الشاشه اللي هي فيها المشكله، هنضغط عليها كده هتبدا تنزل معايا بالشكل كده. طبعا لو لاحظتوا انت هتلاقي الوضع الاحترافي ظهر معايا، انت هيكون الوضع الاحترافي مش ظاهر معاك عشان تبعت سكرينه بالشكل ده كده. تمام. بعد كده هنا بقول لك اوصف المشكله. هتبدا بقى تكتب له المشكله بالظبط، وهتبدا كل واحد طبعا بتختلف الصيغه بتاعته من صيغه لصيغه. تبدا تقول له مثلا السلام عليكم دعم الفيسبوك، انا عندي مشكله في عدم ظهور الوضع الاحترافي، اتمنى من حضراتكم مساعده لظهور الوضع الاحترافي في حسابي على الفيسبوك، لاني انا محتاج الوضع الاحترافي. فانا منشئ محتوى ريلز، فانا حابب ان انا اشتغل على الريلز، ف
يعني لو تكرمتم ساعدوني في حل مشكلتي في اظهار الوضع الاحترافي. تمام. بعد كده تبدا ايه، تكتب مثلا، وليكن احنا كتبنا اهوت، احنا بنقول كمثال في سامي هنا، هتبدا تضغط على السامي كده، هيبدا يقول لك شكرا تساعد البتاع، يعني الرساله راحت، يعني انا ما لحقتش اقراها بس هي الرساله راحت يعني. تمام كده الرساله راحت للدعم، وان شاء الله تنتظر لحد ما يرد عليك. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.